منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار ثمينة وعقارات. كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي الثلاثاء عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها. وجاءت تصريحات طبية على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي هذا السياق أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها. وعن التفاصيل كشف طبي الاسترجاع 4213 ملكية عقاري و211 فيلا وأكثر من 1000 شقة و281 بناية و14 تعاوني سكني، بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي و7000 سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات. أما الأملاك المنقولة فقدرت حسب الوزير بأكثر من 23,000 عقار بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية ب213 عقار منها مصانع تركيب السيارات ومصانع تصنيع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد الولايات. وأشار طبي إلى أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة، مؤكدا أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها. وفي هذا الإطار أكد الوزير اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيرا إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وإيطاليين لاسترجاع الأموال. وأوضح الوزير أن القضاء نصب متصرفين إداريين واسترد أموالا بعد أحكام نهائية. إذا كنت ترى هذا مفيدا أم نحن اشتراك، شكرا.